ولما يكون عيد ميلاد الحاج صاحب البيت كل سنة وهو طيب، ويقرر ان احنا ما نعملش حلويات ويقول كفاية المحشي واعملي محشي وهو كفاية خلاص، يبقى المحشي يغني عن التورتة. صلوا على النبي كتير وتعالوا نشوف احنا عملنا الغدا الحلو ده ازاي. كان بمناسبة عيد ميلاد ابو ولادي، ربنا يديله الصحة يا رب ويخليه لينا. كل سنة وهو طيب. صلوا على النبي وتعالوا نشوف احنا عملناه ازاي. بس حطوا لايك واشتركوا في القناة الاول قبل ما تعملوا اي حاجة. بصوا يا حبايبي، في الاول انا بغسل الفراخ، برتب الخطوات بتاعتي وانا بشتغل. بغسل الفراخ الاول بدقيق الذرة وكمية حلوة كده من الملح، واغطيهم بالمية، وافضل ادعك في الفراخ كويس علشان الحاجات اللي هي بتبقى بين الجلد واللحم وكمية الملح الكبيرة دي بتنزل بقى الزفارة. ودقيق الذرة بقى ما اقولكوش بيخلي الريحة، مفيش ريحة اي زفارة للفراخ خالص او اي طيور عموما. جربوا دقيق الذرة وان شاء الله يعجبكم. بفضل بقى اشطف فيها كتير لحد المية ما تروق كده وتبقى بيضة زي ما انتوا شايفين كده. ملقى حشوة بسيطة، شوية رز صغيرين. الفرخة بتاخد نص كوباية من الرز. خلاص انا حطيت كوباية من الرز، عليها بصلاية كبيرة مبشورة، عليها بقى البهارات وشوية زيت وشوية فصين توم والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، وحشيت الفراخ. هنا كنت بقول لكم وانتوا بتنضفوا الفراخ يا حبايبي ما تقطعوش الرقبة علشان تختبروا منها السوا، علشان شفت فيديو ناس بتغز الفراخ بالسكينة عشان تشوفها استوت ولا لا، او الطيور عموما. اي طيور سيبي الرقبة فيها يا حبيبتي لحد ما تستوي، يبقى شيليها بعد السوا. بس الرقبة هتخليكي تعرفي الفرخة استوت ولا ما استوتش. قطمتي الرقبة واتقطمت معاكي على طول تبقى استوت، لسه صعبة شوية يبقى لسه ما استوتش. وبسلقها عادي بالطريقة العادية وبسيبها تبرد، وبعد كده بحمرها. نيجي هنا الورق العنب، انا بحب اشيل منه العروق وارصه كده، الكبير لوحده والوسط لوحده والصغير لوحده. بسلقه في ميه فيها معلقه من الزيت ولحد لونه ما يغير بشيله واطلعه على مصفى. حضرت صلصة محشي عادية خالص، وغسلت الرز وعليه الخضرة. والصلصة بتبقى بقى عبارة عن بصل وفلفل اخضر مضروبين في الكبة، بقليهم بقى في الزيت كده. اول ما ياخدوا لون كده بسيط بنزل عليهم بعصير طماطم مش متصفي ولا حاجة، والبهارات طبعا ملح وفلفل وكمون وكزبرة. وبحط كمان نص كوباية كده من الزيت على خلطة المحشي عشان ورق العنب يبقى بيلمع كده وحلو. والزيت كمان اللي حطيناه في مية السلق علشان الورقة تفضل بتلمع وشكلها حلو. بقلب بقى الخلطة وبدوق طبعا الملح اظبطه. طبعا حاطين شوية من السكر على الصلصة. انا بقى ما بلفش ولا على بورد ولا على اي حاجة، انا بحط كده الورقة بمسكها في ايدي وبلف الجنبين كده زي ما انتوا شايفين، وابرم الورقة على ايدي، ولا بلف على بورد ولا صينية ولا اي حاجة. طبعا انا لو مش لابسه الجلافزات دي في ايدي او الجوانتيات دي انا كنت يعني هبقى اسرع من كده طبعا. بس طبعا انا عملت كام صباع كده قدام الكاميرا، وبعدين قلعت الجوانتيات دي خالص وقعدت على الارض بقى وقعدت الف براحتي. ما خدوش مني حاجه ما شاء الله، يعني كنت عامله كيلو الا ربع ورق عنب، ما خدش مني اي حاجه خالص. يعني في ساعه بالظبط كنت مخلصه كل حاجه. كنت بوريكم هنا برضو لو عندك نص ورقة ما ترميهاش، اعمليها. مش لازم الورقة تبقى كاملة يعني، لا عادي، ده بالنص ورقة ده هيطلع صباع زي الفل. هتشوفوا دلوقتي. بصوا اهو ماسك نفسه وجميل ولا يفك ولا اي حاجة. برضو كنت بوريكم ورقة كبيرة اهو. شوية رز تلفي الجنب ده كده والجنب ده كده زي المنديل، وتقعدي بقى تبرمي كده اهو. ايوه بس طبعا لو مش لابسين جوانتيات هتبقى اسهل واسرع. صلوا على النبي كتير عليه افضل الصلاة والسلام. قعدت انا بقى على الارض كملت وخلصت كل حاجة، وكان شكله كده بعد ما خلصت. طبعا الحلة بيبقى فيها عروق ورق العنب وعليها كام ورقة كده من الورق المتفتفت، وبتروحوا حاطين. انا بحط ورق العنب كده ما برصوش، انا برميه في الحلة على طول كده. وكان عندي شوية كوسة وفلفل كده حطيتهم برضو، حطيتهم على الوش هيستووا وهيبقوا حلوين خالص. وطبعا بعد ما حطيت الشوربة حطيت برضو معلقتين من الزيت كده عشان المحشي يلمع، وبعد ما يغلي ويبدأ يتشرب يا حبايبي بتوطوا عليه لحد ما يستوي. وغرفته بقى كده بألف هنا وشفا. يا رب يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم وتكونوا طلعتوا منه ولو بمعلومة صغيرة، واعتبروا ان انا كده بحكي معاكم كده وبكلمكم كده زي ولادي